مشهد صعب، حاطين السرير موجود واثنين قاعدين على الارض وواحده قاعده على السرير، ده كادر ثابت طول اللايفات بتاعتهم. دي واحدة سيدة مسمية نفسها وحش الكون، وبتطلع هي وبناتها لايفات من اوضه النوم. واكيد وانت بتتقلب مثلا على الفيسبوك او على التيك توك شفت لها لايف من اللايفات. بيطلعوا لايفات من اوضه النوم. التيك توكر الشهيره وحش الكون وبناتها امام النيابه العامه. الله يسعدك. طول عمرنا بنسمع ان الام هي اللي بتخلي بالها من بناتها وبتحسن تربيتهم، لكن قضية النهاردة الام بتستغل بناتها اللي فيهم واحدة قاصرة اقل من 17 سنة وبتطلع بيهم لايفات من حجرة النوم. بس انا اللي بيحبني فعلا هيبعت لي الارنب. لايفات كلها اسفاف، كلها ضد العادات والتقاليد اللي احنا تربينا عليها، وده اللي خلى النيابة العامة تقبض على السيدة اللي مسمية نفسها وحش الكون، وهي تيك توكر مشهورة في الاسكندرية. وبدأت النيابة العامة تحقق معاها بعد القبض عليها بتهمة نشر فيديوهات مخلة للآداب والعادات والتقاليد على مواقع التواصل الاجتماعي. والسيدة هي وبناتها بتواجه اتهامات يعني تعتبر نشر فيديوهات مخلة للآداب العامة وتحريض على الرذيلة. وبدأت الحكاية لما تقدم أكثر من بلاغ ضد هذه السيدة وما تفعله ببناتها والفيديوهات اللي بتنشرها على المواقع، والنيابة العامة رصدت فيديوهاتها وتم تحديد موقعها في الإسكندرية وتم القبض عليها هي وبناتها من الجهات الأمنية. وهذه الخطوة تعتبر في إطار حملات مكثفة لمحاربة الجرائم الإلكترونية ومحتويات الإنترنت التي تهدد القيم المجتمعية. أثناء التحقيق حاولت وحش الكون اللي هي السيدة دي الدفاع عن نفسها، وزعمت أن المحتوى التي تقوم بنشره هو مجرد محتوى بغرض الترفيه وعدم الإساءة للقيم والعادات والتقاليد. يعني بعد كل اللي نشرته جاية دلوقتي تقول ده ترفيه، في حين ان في ناس كانت بتدخل ليها في اللايفات بتاعتها ويقولوا لها في الكومنتات بلاش تعملي كده وتظهري بناتك بالشكل ده، كانت بترد عليهم يعني بأسوأ الألفاظ وتعمل لهم بلوك فورا. ودلوقتي جاية وتقول أنا كنت بعمل الفيديوهات دي لمجرد التسلية والترفيه. ومع ذلك يعني على الرغم من الدفاع اللي قالته السيدة دي دفاعا عن نفسها وقالت أنا بعمل فيديوهات دي لمجرد التسلية، لكن الأجهزة الأمنية كان معاها أدلة، والأدلة دي تتضمن مقاطع فيديوهات وبث مباشر للسيدة دي والبناتها تم تصنيفها على إنها غير لائقة، والمفروض هذه السيدة تكون مسؤولة عن بناتها. يعني لو كانت هي بتعمل كده ببناتها نجيب مين بقى يهتم ببناتها غيرها؟ المفروض هي أولى واحدة تكون حريصة على تربية بناتها وتطلعهم يعني تنشئة تنفعهم في المستقبل. أتمنى يا جماعة يكون تعليقنا على الفيديو عجبكم، ما تنسوش تكتب رأيكم في الكومنتات، وهتلاقوا في التعليق المثبت قناتي الثانية، أتمنى تشتركوا فيها وتشرفوني فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد كان بالاخر كده كان غالي كان كاتب لنا في اليوتيوب، واحنا مش اديله الرقم كان عايزنا اعمل له اعلان، واحد غالي كان كاتب لنا بس انا مش عايزه ارد عليه. لا ده لا بجد تقوله؟ اه والله تقول ماكش الدهور الناس عاملها على النت غير لما ناخد منه على الاقل يجي. انا ما رضيتش، اسكتي يا حبيبتي، انا ما رضيتش اساعدك دلوقتي. انا قلت له اكلمك على فندق الوقت وما كلمتهوش، جيت امبارح تعبانه ونمت وما عرفتش اكلمك. عندك مريضه هنا في المرض مكنتش ازاي اجيب ضغط بالي. بس لما عشرين حلوين نفسي كده حد يفرح لي لما نقفل اللايف بتاعنا. من لو انا تيك توك ده مالك يا غالي؟ يلا يا عسل شير، انا جبت اخري من كتر انا كل حابه اقول شير كبس شير كبس. والتكبيس مش في 200 بسم الله ما شاء الله عليك. لازم اقول لكم يعني نفسي يوصل 40. احنا قاعدين بس مع شويه مع حبايبنا كده شويه فضلكم هنقفل. تكبيس يحصل مليون والشير ما شاء الله. انا عندي 18 سنه عندنا
بارد قوي الواد ده، عايزه اشنقه. ما بقولك بارد خالص قوي، ايدي خربيتك سني. طب الحمد لله، مع اني مشفت الشكل قبل كده، هو صوت بينا صوت، لا بين حاجات غريبه كده احسن اهو. طب في شنو؟ هاتي ايه يا حبايبي عشان نقفل دلوقتي، مش متابعنا يخش يعمل متابعه. يا رب كده حد يفرح بالطيارات، نفسي اركب الطياره يا ولاد. يا رب حد كده مطلوق يرمي الطياره دلوقتي، يا رب ادعي على كل شيء. ايه ده اغاني الجماليه دي ولا ايه دي؟ يلا احنا نكبس مع بعض، اللي مش عامل لنا متابعه يخش يعمل متابعه لوحش القوه. ده كده الملك بس ده لكن اللي كلمت انت الملف ارتبط فيه. تسلم ايدوك يا حلوين، عايش تسلم ايديك. نفسي اركب الطيارات، هو واحد كده اعلى نسبة مشاهدة. احنا اعلى نسبة مشاهدة فعلا. وبعد الطيارة يكون بعد الطيارة ايه يعني يا احمد؟ الله يسعدك. ابعت يا بنتي. نلعب طيب طيارة، فرحنا الله يفرحنا. سمعت الجيس يا حلوين. يلا يا حبايبي خشوا اعملوا لايكات على الفيديوهات كلها، احنا فيديوهاتنا مش كتير يعني تعدي على الصوابع كده. خشوا بقى اعملوا لايكات على جميع الفيديوهات اللي الله يسعدك. ما يجيش حتى 100 فيديو. الله يسعدك اللي بتشير يا عسل. بقوله بجد يعني بدأناك من قلبي. الله يسعدك. عسل يا اللي بتشير عسل. اسمك ايه؟ شير تاني. شير تاني. ناس خرابت تاني يا شباب. يلا هاتي كلاب تاني كنت شغالة دلوقتي، أغنيها أحسن. يا ميدو الله يسعدك يا ميدو. شير بقى كتير يا ميدو، متوقفش. يعني انتوا بتشيروا مثلا 2 3، لا انا عايزه اشير كتير قوي. قولهم يا فاطمه شيري يا حبايب قلبي. فين الامارات والعصير اللي كانوا بيشيلوا مستعده؟ مرة انتوا كده بتزعلوني. يعني استنى بس هو كلام في اهو بيشيرهم. استنى يعني هدف مش راضي يلحق. ده بالبال اهو بيشير. لا ده الكومنتات مش شايفينها بسببهم. لا